أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم بقول لكم قصة يا جماعة الخير، ولا رايح أعلق عليها ولا بكلمة، أترك التعليقات لكم. هذه واحدة تقول: تخرجت أنا مدرسة عام 1404. تقول: وخطبنا واحد من جماعتي عام 1408. تقول: المهم تزوجنا. وتقول: ورزقنا الله طفلين عام 1400 تقريبا و10 و11. تقول: طبعا هو عسكري. تقول: وساكنين عند أهله. جاء لمي في يوم من الأيام قال: وش رايت؟ الحين ما ودنا نقعد على وضعنا، لازم نشوف لنا بيت، وعيالنا بكرة يكثرون، ولازم نشوف لنا شيء ينفعنا. قلت أنا أيد الكلام هذا. قال: خلاص أجل أعطيه راتب كامل، لا تاخذين منه إلا 1000 ريال، والباقي كله أعطيني إياه علشان نجمع ونشري أرض ونعمر والأمور طيبة. قلت خلاص، أبد ما بيني وبينك حساب، أنت رجلي. تقول: وأنا أعطيه راتبي كامل من عام 1411 إلى 1420. تقول: رزقنا الله 5 أولاد، 3 عيال وبنتين. فتقول فعلا، تقول كل فترة نروح نشوف العمارة، شالوا أرض وعمار وكل فترة نروح نشوفه. تقول لين خلاص جت التقفيلة، ما ركب إلا الدرايش، انتهينا من الوضع. تقول يوم ذا قال: خذي قرض علشان نقفل الدعوة، خلاص نسكن ببيتنا شهرين وحنا ساكنين. وتقول: واروح واخذ قرض ب160,000 ويحسب علي ب200 تقريبا و20,000. تقول: واعطيها ال160,000. تقول: طبعا إذا رحت أهلي قالوا: كتبتي ورقة أنت على رجلك شيء، ثبتي حقك؟ قلت: لا، هذا رجلي وأبو عيالي وشريك حياتي، ما هو بخاينا ولا شيء، أبد ما بينه وبينه حساب. تقول: المهم أعطيته ال160,000. تقول: قال: بالله أبد شهرين إن شاء الله إحنا ساكنين. تقول: كملنا شهرين، شهرين ونص، 3. يا أبو فلان خلنا نسكن، يا أبو فلان خلنا نسكن. بعدين تقول: الشاهد مرة جت واحدة من جيراني قالت: ما شاء الله سكنتوا يا فلان؟ قلت: لا والله ما سكن. قالت: لا، البيت ما شاء الله منور، واشوف مرة تدخل وتطلع مع رجلك. تقول: أنا حسبته حدا خواته. فتقول: لما جاء زوجي قلت: أنت رايح للبيت فيها أهلك جايين شيء؟ قال: من اللي يقول لك؟ قالت لي جارتي: احنا شايفتك ومعك مرتن تدخل البيت منور البيت. قال: ايه، اجل بدل ما تدرين من الناس الثانيين خلي اعلم يجي تطرطيش كلام زياده. قالت: وش فيه؟ قال: انا عرست عليك. قالت: شلون؟ انت صادق ولا تمزح؟ قال: لا بالله صادق، الا عرست عليك. قعدت في مجلس وقال واحد من اخوياي: الفله هذه يبي له مرتن جديده، ما يبي له قديمه. يقول: قلت: مد يمينك؟ قال: هذه اختي امد يميني. يقول: مد يمينه وانا رجل ما بنت تراجع وتزوجت اخته. قلت: الحين يا ابو فلان تتزوج علي وانا اعطيك راتبي ل10 سنين ولا اخذ منه الا 1000 ريال، والحين خليت انا اخذ قرض توي بادي 5 سنين بسدده وتعرس علي؟ قال: ما في، انا عرست ومرتي الجديده تحت وانت اسكني فوق بحد الشقق اللي كان يقول بحطه لعيالي، ولا اقعدي عند اهلي. قلت: ما انا بقاعد عند اهلك ولا انا بساكنه، لكن الله حسيبك. تقول: وانا ازعل واطلع. تقول: حاول ارجعي ما رجعي. تقول: ما طوعت ولا رجعت، جاء وطلقن. قلت: ابركه من ساعه. تقول: واقعد 5 سنين اسدد القرض اللي انا اخذه ب 160 اللي احسب عليه ب 200 وشوي. تقول: يروح ثلث راتبي. تقول: والله كل مخصم كل شهر اني اتحسب الله عليه. تقول: المهم الرجال هذا قعد 3 سنين، جاء امرته تعيين وجابت ولد له، وبعد التعيين قال: اعطيه الراتب خلينا بنشري استراحه. ما طوعته، المره سابعه مسالفتي وعيت تعطيه ولا ريال. قالت: راتبي ما لك علاقه فيه، يا منا حاول ما في فايده. صار بينهم خلاف، طلقه، قاعد بالبيت لحاله. تقول: المهم صار فيه بعد فتره، تقول سددت انا، قضيت من ال5 سنين وبدا يصفي راتبي لي. تقول: جمعت 200,000 وصار عند حول بيت اهلي بيت الا البيع، ورحت الرعي قلت بشريه. قال: ما عندي مانع. تقول: واخلي الشيء البنك يشريه لي. قال: مهلين شهرين واطلع من البيت ذا. تقول: المهم اخذ شهرين 3 ما طلع، واحول به يمين يسار ما في فايده، ويقعد سنه بالبيت عيله يطلع. تقول: اخر شيء وروح البنك تسلمون البيت اللي انا شريته منكم، ما سلمتوني اياه. راحوا شكوه وطلعوه خلال اسبوع. تقول: واخذت البيت، مع ان راعي البيت يقول: حسبي الله عليك ونعم الوكيل، طلعينا من بيتي. قالت: ابوك انا دافعت به قروش وشاريت له سنه وقاعد انت لك سنه ما دفعت ولا ريال. تقول: زوجي الاول طليقي قاعد بالبيت لحاله وكانت فوعة الاسهم. تقول: يجي ويبيع البيت ويدخل بالاسهم. تقول: يكسب حول 500,000. يوم شاف الفلوس وفلت الحجاج ويدخل بكل اللي معه
المكسب وفلوس البيت. تقول يجي الهبوط للأسهم ويروح كل الفلوس، ما بقى معه من فلوس البيت إلا 40,000 ريال، وراح سكن عند أمه وأبوه. تقول يوم أخذ فترة ويتوفى أبوه وتوفى أمه وهو ساكنين ببيت أهله، تقول الآن قايمين عليه إخوانه يبي يطلعونه من البيت، كل يبي فلوس ورثة. تقول طبعا تقاعد هو وبدأ يمشي له 4500 ريال فقط من تقاعده. فتقول الآن ورط وحالته المادية جدا ضعيفة، وإخوانه بيطلعونه الآن من البيت. فتقول أنا الآن طبعا عايشة والله إني بنعيم ومرتاحة وراتبي مكفين وأقصد هالبنك وعندي بناتي وعندي عيالي ومستنسين، والله لا يغير علينا فأملك بيت. مع أن الرجل تقول سنوات وهو يستنزف وأخذ أموالي، إلا أنه ربي الحمد لله أعطانا الصحة والقوة والتحمل المسؤولية بناتي وأولادي والمصاريف، وقدرت أني أرجع كما كنت أقوى من أول. فأنا أقول يا جماعة الخير مليون مرة مليون مرة مليون مرة اضبط الحساب تزين العشرة يا أخي، ما فيها زعل ولا فيها حاجة، بالذات بين الزوجين. أغلب المشاكل الأسرية اللي موجودة كله بسبب الخلافات المادية. يا أخي أنا دفعت سجل، أنت دفعتي سجلي، والحمد لله ما فيها شيء. وبالذات إذا كنت ناوي زواج ثاني يا أخي مالك حق، مالك حق تجي وتطلع على كتوف الضعيفة وتبني مستقبلك وحياتك الزوجية جديدة وكل حاجة على كتوف الضعيفة. من اللي يسمح لك تاكل حقه؟ تقعد سنوات وهي تطلع من فجر رب العالمين، ما تجي إلا حول العصر من لعن خيره بين طالبات وغيره وتحضيرات ودنيا، وآخر شيء تجي أنت وتزرفوا بالفاضي. والله أنت حاسب على كل هللة أخذته من راتب زوجك. أنت ترضى إن بنتك ولا أختك يسوابها كذا؟ أتحداك إنك تقول إني أرضى عادي ما عندي مشكلة، أتحداك بالشيء ذا. لكن تقبل على زوجك أنت وأنت حلال محله الله عندك وتحلل لنفسك وكل شيء؟ لا يا حبيبي، أي شيء بينكم اكتبوه سجلوه، ما فيها شيء، بالذات إذا كان عنده ولدين الواحد ولا حاجة بكرة يورثون ويأخذون حلالها ضعيفة للتعبانة، ما فيها حاجة. لا يجلس الواحد إذا دعمته زوجته ووقفت معه وتعاونت معه وثقت به وعطوته صرافه ولا عطوته الراتب وكل حاجة يروح يطق بمره، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا أخي؟ تبي تتزوج من حلالك بسلامك، هذا حلال محله الله، ما حد يقدر يقول لك شيء، لكن لا تاخذ حق ضحيفة همسكين اللي تبهدل مجهود واخر شيء تنهب نهب. كيف الله يبي يوفقك في حياتك، وكيف الله يبي يبارك في مالك ويبي يبارك في زواجك الجديد وفي حياتك كلها وفي صحك، ما موفقك الله. أنت تاخذ حق 10 سنين وواحدة تسجد وتركع وتدعي عليك الليل والنهار، كيف الشيء ذا؟ أنا الصراحة عندي كلام كثير ودي أقوله لكن أكتفي بالكلام هذا. فرجاء يا جماعة الخير أي شيء بينكم بالأمور المادية سجلوه، ما فيها عيب ولا بحرام يا جماعة، ولا تنقص من قيمة الرجال. نراكم في قصص قادمة إن شاء الله، في أمان الله، مع السلامة.